عارف انت اللاعب اللي دايما عنده الحلول في فكره واحد ضد واحد، وهو ستيفان رودريجويز لاعب فريق بيهانج يا جماعه، اللاعب الكولومبي، اللاعب اللي يقترب بقوه من الانتقال الى النادي الاهلي. هنتكلم في كل تفاصيله. اللاعب اللي سعره رخيص، سعره رخيص جدا زي ما بقول لك كده، سعره رخيص. بس طبعا هنسيبك في الاول تتفرج على مهارات واهداف اللاعب او بعض لقطات اللاعب اللي تثبت ان اللاعب ده لاعب مميز. هقول لك اللاعب بيلعب في مركز ايه، وهقول لك مش بس كده، ده هقول لك سعره على الترانسفير ماركت، وهقول لك ايه ظروفه مع النادي الاهلي. هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده. وقبل اي تفاصيل اذا يبقى كده هنتكلم عن مهاجم النادي الاهلي في الاول، وهنتكلم عن انتقال لاعب النادي الاهلي على طريقه شريف اكرامي واحمد فتحي الى نادي بيراميدز. هنتكلم ايضا عن الموهبه اللي النادي الاهلي داخل في صراع كبير جدا مع الدوري البلجيكي بخصوص موهبه فزه بمعنى الكلمه، والاهلي عايزها باي طريقه. هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده. هنتكلم عن الوردي ورحيله عن نادي الزمالك. وقبل اي تفاصيل، يا مساء الفل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا بكم في حلقه جديده ومهمه من حلقات برنامجكم ملعب القاضي، اللي دايما بيبذل قصارى جهدي علشان نجيب لكم اهم وابرز الاخبار اللي تخص الكره المصريه، بالتحديد طبعا كره القدم المصريه. ومش بس كده، ده كمان هنتكلم في كل ما يخص الكره، وبالتحديد كل ما يخص عايز اقول لك كده جمهور الاهلي وجمهور نادي الزمالك، اللي هو الشغل الشاغل بتاع جمهور النادي الاهلي ونادي الزمالك. هتلاقوني انا ماشي معاكم دايما واحده بواحده، علشان كده لو انت مش مشترك في القناه يا ريت تشترك في القناه، ولو مش مفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد فيا ريت تفعل زر الجرس. ومش بس كده، اعمل لايك للفيديو ده، عايزين نوصل الفيديو ده للايكات كتير جدا علشان الفيديو ينتشر ويوصل للناس. ويلا بينا سريعا كده نروح نشوف عمك المهاجم الجديد، يعني الراجل اللي هو بنسبه كبيره ممكن يجي النادي الاهلي. عارف انت ليفاندوسكي يا جماعه، هو كده في شبه منه كده، اللي هو الراجل ايه عنده الحل دايما، عايز يجيب اهداف، بيحب يجيب اهداف، بيحب يشتغل على فكره انه يعمل حاجه. يعني الراجل مثلا في ارقامه في الفتره اللي فاتت دي هتلاقي ارقام مميزه جدا. اللاعب عنده كام سنه؟ اللاعب عنده 24 سنه، مواليد 1998. مش بس كده، ده سعره على الترانسفير ماركت الموقع الالماني وهو 425 الف يورو. 425 الف يورو، 425 الف يورو، يعني سعره ميت، سعره تعبان قوي. حتى لو مش هيجي بنفس السعر ده، هيجي باغلى شويه، بس برضه مش، انا ما قلتلكش مليون او 2 مليون عشان تقول لي ممكن يجي ب 3 مليون، لا، انا بقول لك ان على الترانسفير ماركت هو الراجل سعره 425 الف يورو. اذا يبقى اللاعب ده لاعب مميز، لاعب قناص، بيعرف يجيب اهداف، عنده دايما الحلول. مش بس كده، يعني مش فكره ان هو يعني في حاجه احنا تنقصنا في الدوري المصري بشكل عام، مش بس اهلي او زمالك او غيره، في حته تنقصنا، وهو ان في لاعب ممكن تلاقي في لاعب او اتنين قدام ما بيعرفش يعمل اي حاجه قدامهم، وبيضيع الفرصه، والفرصه بتضيع، وكل حاجه بتضيع في ثانيه الا ثانيه. القصه باختصار ان اللاعب ده مميز، بيعرف يشوط من خارج المنطقه ويجيب لك اهداف. مش بس كده، الراجل مميز في فكره ان هو بيعرف بالفعل يجيب اهداف بدماغه، بيعرف بالفعل يستغل اقل فرصه. اللاعب هيجي النادي الاهلي، ما اقدرش اقول لك هيجي النادي الاهلي او مش هيجي النادي الاهلي، ولكن كل اللي اقدر اقوله لك ان اللاعب مرشح للنادي الاهلي، واللاعب تحت رادار النادي الاهلي ومارسيل كولر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي. ايه رايك في اللاعب بعد ما شفت مهاراته وارقامه؟ اكتب رايك في التعليقات. ويلا بينا سريعا كده نروح نشوف مين اللي هيروح على يعني زي ما راح احمد فتحي وشريف اكرامي لبيراميدز، ممكن يروح هو حسين الشحات لاعب النادي الاهلي. حسين الشحات اللي العقد بتاعه هينتهي مع نهايه الموسم الجاري، يعني الموسم اللي احنا فيه ده العقد بتاعه هينتهي، بس في بعض المصادر داخل النادي الاهلي قالت لا، احنا كده كده هنوقع للاعب، واللاعب هيوقع وهيجدد عقده مع الفريق. اذا يبقى اللاعب مش هيمشي. طيب في عروض جايه خليجيه كتير جدا لحسين الشحات. عارف ان في ناس كتير جدا من جمهور النادي الاهلي مش عاجبها اصلا حسين الشحات، وعايزه واحد زي حسين الشحات بوم يلا بره النادي الاهلي علشان يجيب غيرك، بدل ما انت واخد مكانه وبتاخد راتب على الفاضي، لا نجيب حد بيلعب في مركز الجناح يكون افضل منك. عارف ان ده كلام ناس كتير جدا 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 من جمهور النادي الاهلي، وانا متاكد من معلومه زي كده، زي ما انا متاكد ان انا بصور فيديو قدام حضراتكم دلوقتي. لكن كل اللي اقدر اقول لك ان نادي بيراميدز متمسك جدا بانتقال اللاعب ده، نادي بيراميدز متمسك جدا بانتقال حسين الشحات الى الفريق السماوي. لكن في رد من النادي الاهلي؟ مفيش رد من النادي الاهلي. حسين الشحات هيكمل في النادي الاهلي. حسين الشحات بعض المصادر الاخرى قالت ان حسين الشحات هنجدد العقد معاه، يعني النادي الاهلي هيجدد عقده مع حسين الشحات، وبعد ما يجدد عقده مع حسين الشحات اللي هيحصل كالاتي، اللي هيحصل يا عم احمد، هيطلعوه اعاره، لان في فرق كتير جدا خليجيه عايزه اللاعب. بعد ما هجدد العقد، اللي هم قالوا كمان احنا هنجدد له عقد ب 9 مليون جنيه في الموسم لمده 3 مواسم، دي التفاصيل بتاعه العقد. قال لك بعد ما العقد ده هيتجدد هنطلع اللاعب على سبيل الاعاره لاحد الانديه السعوديه او لاحد الانديه الخليجيه بشكل عام، لان في انديه كتير جدا عايزه حسين الشحات. طيب انتقاله لنادي الزمالك، برضو المستشار مرتضى منصور قال لك ان انتقاله لنادي الزمالك اصبح من اصعب الاصعب، لان ما فيش ولا اي لاعب نادي الزمالك هيبص فيه.
او هيبص عليه او هيدخل في مفاوضات رسميه وجاده معاه. ده كان كلام المستشار مرتضى منصور. اذا يبقى حسين الشحات لحد دلوقتي الحالي كلام كتير جدا 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 بيتكلم في هذا المنوال، كلام كتير جدا مختلف عن بعضه، حد يقول لك هيكمل، حد يقول لك هيطلع على سبيل الاعاره، حد يقول لك هيروح بيراميدز، حد كلام كتير جدا، ولكن هنعرف الحقيقه فين. انا كده جبت لكم كل الاخبار المتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من صحفيين، من اعلاميين، من مواقع كبيره، من ناس مشاهير بخصوص حسين الشحات وانتقاله للزمالك وانتقاله للخليج وانتقاله لنادي بيراميدز او انه يكمل في النادي الاهلي. كل الكلام ده شغال بالفعل يا جماعه في الوقت الحالي، لكن هنجيب الخلاصه بتاعه الموضوع مش دلوقتي، كمان ايام قليله مقبله هنعرف نحدد الموضوع بالظبط هيمشي ازاي. دي القصه باختصار بتاعه حسين الشحات. نروح معاكم لزكريا الوردي اللي فسخ عقده بالفعل وخلاص غادر القاهره النهارده. قصه ان المستشار مرتضى منصور طلع قال لك ان اللاعب اتكلم مع الاداره وقال لهم ان انا مش عايز اكمل مع الفريق. امير مرتضى منصور بيبذل قصارى جهدي علشان يخلي اللاعب يكمل معاه، ولكن هو رفض تماما فكره انه يكمل مع الفريق. ده كان رد المستشار مرتضى منصور بخصوص ان اللاعب يكمل. اللاعب بقى له 4 شهور مع النادي، يعني احنا ما شفناش غير يمكن مره او مرتين في الملعب ولا يذكر، المفروض نقول ان احنا ما شفناهش اصلا، ولكن اللي حصل ان اللاعب بالفعل غادر القاهره النهارده. يا جماعه ايه رايك انت في الموضوع ده؟ شايف الموضوع ده ازاي؟ شايف موضوع زكريا الوردي ورحيله عن نادي الزمالك بعد ما كان لسه اللي جاي ايه الدنيا؟ اكتب لي رايك في التعليقات، ويلا بينا سريعا نروح نشوف الصراع اللي حاصل ما بين النادي الاهلي وما بين الدوري البلجيكي. يعني في فريق في الدوري البلجيكي عايز ياخد موهبه فذه، النادي الاهلي بيبذل قصارى جهدي علشان ياخدها. مين بقى اللاعب ده؟ وهو ابراهيم عادل. ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز يا جماعه ومنتخب مصر. النادي الاهلي بيبذل قصارى جهدي من الانتقالات الصيفيه اللي فاتت وبدايه الموسم اللي فات واللي فات كمان والشتويه اللي فاتت وكل كل الانتقالات اللي حصلت من اكتر من سنه واثنين وثلاثه كمان، وهو بيدور على انه ياخد ابراهيم عادل من اول ما بدا في ناشئين بيراميدز، وبعد كده اللاعب اتصعد للفريق الاول، وبعد الكلام ده كله وكل الناس بتتكلم على ابراهيم عادل وانتقاله الى النادي الاهلي. ابراهيم عادل يا جماعه نادي بيراميدز بيعمل مبالغه كبيره جدا علشان يخلي اللاعب يبتعد كل البعد عن الانتقال للنادي الاهلي، لان شايف ان النادي الاهلي نادي منافس. لما النادي الاهلي بيروح يتكلم ويقول انا عايز ابراهيم عادل بيعجزه، بيقول له عايز 5 مليون يورو، عايز 5 مليون دولار، عايز 2 لعيبه و3 مليون دولار، عايز 4 لعيبه و1 مليون دولار. بيبالغ جدا في كل الصفقات، حتى لو النادي الاهلي حاول، والنادي الاهلي بالفعل حاول انه يدخل في صفقات تبادليه مع نادي بيراميدز، ولكن نادي بيراميدز تماما رافض فكره انه يدخل معاه في صفقات تبادليه، ولكن هو عايز صفقات تبادليه مش بس كده، هينقي. يعني تخيل بقى ان هو كان اتكلم قبل كده وقال لك ان انا عايز ابراهيم عادل وعايز قصاده تقريبا كده اكرم توفيق. طب النادي الاهلي هيضحي في اكرم توفيق احد ركائز الفريق؟ طبعا الموضوع هيكون صعب. ده مش بس كده، كمان عايز فلوس فوقيه. يعني النادي بيراميدز من الاخر كده بيبالغ مبالغه عمياء، بيبالغ مبالغه فيها كبرياء بشكل كبير جدا 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 علشان يبعد اللاعب عن الانتقال الى النادي الاهلي. طبعا انت تكتب لي رايك في التعليقات دلوقتي وتقول لي ايه رايك انت في انتقال ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز الى النادي الاهلي. هل ابراهيم عادل يا جماعه يستحق؟ انا من وجهه نظري لو هتسالني هقول لك يستحق بالفعل انه يكون احد لاعبي النادي الاهلي، ويستحق بالفعل انه يدفع فيه الفلوس دي كلها، ولكن انا شايف ان مفيش لاعب في الدوري المصري يستحق يدفع فيه اكتر من 2 مليون دولار او 1.5 مليون دولار. رايك في التعليقات وشارك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو ده.